السلام عليكم ورحمة الله. بستغرب أنا من بعض اللايفات وبعض الفيديوهات، والله حدث ولا حرج. يعني من المعيب والله تشوف هيك فيديوهات في تخبيص، في ناس ما عم تدرك، ما عم تفهم شو اللي عم بصير. هذا كله من الأزمات أو الارتدادات اللي اجت من خلال الأزمات اللي صارت بالشرق الأوسط، بسوريا، بلبنان، بفلسطين وإلى آخره. في ناس ما عم توعى. يعني الفتن ما زالت موجودة على التواصل الاجتماعي كمان وعلى الأرض وإلى آخره. فهي الفتن هي أسباب كل مشاكلنا اللي عم بتصير بالشرق الأوسط. أختصر لك إياها أنا بالمختصر: سوريا للسوريين، وغير هيك لا تحمل الهوية، الله معك. ما بدنا لا لاجئين ولا فلان ولا دخلاء على سوريا نهائيا. سوريا للسوريا، اللي بياكل عصمه مثل اللي بيعدى حلو عنا، خلص انتهينا. المهم، بالنسبة للمرحلة القادمة، طبعا في الشمال روسيا حتتولى أمر بعض اللي تابعين لتركيا وإلى آخره. حينتهوا من هذا الموضوع وينظفوا المنطقة الشمالية بالكامل، الله أعلم. الدولة الزرقاء حتستلم الميليشيات والتواجد الإيراني وحتى النظام كمان. يلا مشان نخلص فرد مرة، غير هيك ما بيصير. القوي بده أقوى منه، والوسخ بده أوسخ منه. إحنا وقعنا بين نارين: نار سبابين الصحابة ونار الصهيونية العالمية. خلص انتهينا. أخي يجي يحكمنا عفريت، يحكمنا إن شاء الله، تحكمنا ميما كان، يحكمنا ميما كان. المهم نخلص من مبيض الصحونة اللي قاعد بالشام وشبيحته، ونخلص من القرف الموجود هناك، لأنه السوريين خلص وصلوا لمرحلة تعبوا. بالنسبة لروسيا وأوكرانيا، نحكي بهذا الموضوع. في كثير ناس حكت فيه وفي ناس ما عم تحكي فيه. أنا أظن وأعتقد أنه حيتم في تسوية. أنا الموضوع الماضي حكيت فيه أنه في نهاية هاي السنة حتنتهي الأزمة الأوكرانية، بتصور وبتوقع، لأنه المعطيات هيك بتدل. فحيتم تسوية طبعا بإشراف دولي. حيتم إنهاء الوضع وترجع الأمور لطبيعتها، أعتقد بنهاية هاي السنة أو بداية 2025. ما زالت الآن يعني الأمور على الأرض السورية الآن على المحك، صراحة على المحك، والقادم سيخالف كل التوقعات. لكن حتكون الأمور بصراحة صعبة جدا، حتكون يعني مكلفة جدا، لكن ما في بديل. لا يمكن أن يكون هناك بديل لإنهاء النظام وتواجد الإيراني وتواجد الميليشيات غير هالطريقة. يعني مثل ما بيقولوا واقع بين كماشتين، كماشة الصهيونية العالمية وسبابين الصحابة. لكن ما في، قدر الله وما شاء فعل. ولكن اعلموا بعد هذا اللي حيصير، حترجع سوريا إن شاء الله معافية، ململمة الجراح وإلى آخره. ولكن حسب ما حكينا لبعض الناس إنه السعودية رشحت مناف طلاس. إخواني، يعني إحنا منين نجيب لكم رئيس؟ لك المشكلة كل واحد بيطلع راسه مربع، كل واحد بيطلع عنده أفكار غريب. شو هالعقلية هاي اللي اكتسبتوها من خلال هالأزمة هاي؟ الإنسان بيتطور ما بيرجع لورا. هالعقلية هاي بطلوها. مناف طلاس إذا كان من هون ولا من هون، ولا كان ضابط ولا كان بعثي ولا شو ما كان يكون، بيضل هو لسه أحسن من غيره. هو بيضل ابن البلد وبيضل أحسن من غيره. يلا قولوا إنه أنا أخي أنا بشجع السعودية، ولك والله إذا بيحكمنا محمد بن سلمان أفضل من أي إنسان ثاني. فرشحوا مناف طلاس لأنه هو ابن البلد، وهو متفق عليه دوليا ومرشح من قبل. يعني شو بدنا نقول لكم؟ الدولة الزرقاء موافقة عليه، أمريكا موافقة عليه، روسيا موافقة عليه، دول الخليج وأوروبا كلهم موافقين عليه. وين المشكلة؟ المشكلة هو مهمته مرحلة انتقالية: تهيئة البلد، سحب السلاح، السلم الأهلي وإلى آخره. وحيصير انتخابات نظامية وديمقراطية. حيرشحوا رئيس جديد إن شاء الله.
يناسب كل السوري. شو بدكم أكثر من هيك؟ أخي ياخذوا يعني هلا هن إذا إجوا، نحكي بصراحة وبالمنطق، إذا إجوا هن شو بدهم منك؟ بدهم إياك أنت مارس عملك واشتغل ويفتحوا لك البنوك، يفتحوا لك المصاري ويحسنوا لك المنطقة كلياتها وحيبنوا لك الشرق الأوسط بالكامل. شو بدهم منك؟ بدهم خيراتك. أخي ياخذوا الخيرات، المهم يعطونا حياة وتكون سعيدة ونعيش مرتاحين. المهم نخلص من هذا النظام ومن هذا مبيض الصحون، لأنه يلي بيبيع أول مرة بيبيع كل مرة. وبعدين عقلية والله غريبة، عقلية عند بعض البشر. خليك متوازن، خليك هيك بدون العقليات هي ارتداد. هاي كلها من الارتدادات اللي صارت من خلال الأزمات. المهم سوريا للسوريين، خلص انتهينا، لأنه كلكم بينت المعادن اللي عندكم. سوريا إذا بدك تحكي بالمنطق والعقل، سوريا استقبلتكم كل الشعوب العربية، استقبلت الجميع وما حدا قصر مع أي أحد. كنا إحنا السوريين كنا أحسن ناس لكل اللي إجوا على سوريا، وانطعنا من الجميع. شو بتكون أكتر من هيك؟ وبعدين معاكم خلص اللي فينا مكفينا أخي، اللي فينا مكفينا. الله وكيلك الشعب السوري أكثر من هيك ما عاد يتحمل خلص. يعني أحيانا من كثر الحمل اللي عنده عبيد يتقاتلوا مع بعض، ولكن حتى لو تقاتلوا مع بعض بالنتيجة حيتصالحوا. ونقول لبعض الناس العقليات المتحجرة والرؤوس المربعة، هاي بكرة إذا استبد الأمن والأمان ورجعت الأمور لطبيعتها وخلصوا من هالنظام وطبقوا القانون، افهم علي، قضية أنك شبح مثل الأول ما عاد فيه. الكل حيتحاسب تحت القانون. كل من تلطخت يده بالدماء السورية حيلاقي القانون أمامه. أما تيجي تقول فلان كان فلان هيك فلان، انتهى هذا الموضوع ما عاد فيه، مشان تريح راسك. والتشبيح هذا بين هنا وهون لك، حتى حسبي الله ونعم الوكيل. هاي الموضوع تركوه لك أخي، تركوه، هذا تركوه شغل الولدنة والطفولة هاي والأولاد الصغار، بطلوه. طبعا هذا الكلام للبعض مع الاحترام لكل المتابعين ولكل الناس وللشعب السوري والشعوب العربية الفهمان اللي بتقدر الكلام المحترم وإلى آخره. بطلوها الأمور الولدنة هاي، فلان هيك فلان هيك فلان هيك. نحن دائما يلا بنضرب بعضنا. أنا راح أقول لك الآية اللي بتقول وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. لك أخي إنسان شو ما كان خلص تاب، المهم إيده تكون نظيفة من الدم وخلص انتهينا. سوريا القادمة هي للجميع، للسوريين بكل أطيافه. انتهينا، يكفينا اللي حصل على السوري. يعني أكثر من هيك خلص الحمل ما عاد يتحمل أبدا. كل التحية للشعب السوري وكل التحية للشعوب العربي، والسلام عليكم ورحمة الله.